من بياع بطيخ وراعي غنم لزعيم دولة احتار فيه الأجانب. طفولته كانت قاسية جدا وكلها مقاسي، ومن عيلة فقيرة جدا، بمعنى أصح ما شافش طفولة يعتبر. ومش هقول مقدمة أكتر من كده عشان ده كفاية الاسم، ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. بس ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نشوف ايه الحكاية. خلينا متفقين ان انا ولا مع ولا ضد، انا بحكي الحكاية وكل واحد ورأيه. اسمه صدام حسين المجيد، نسبه يمتد لعلي بن ابي طالب، مواليد 28 ابريل 1937، اتولد في تكريت محافظة صلاح الدين. وصدام حسين من ساعة ما اتولد عمال ياخد في صدمات وبس، وهنشوف الكلام ده قدام. اتولد بعد ما ابوه مات ب6 شهور، كان من عيلة فقيرة جدا. امه اخدته عشان تعيش مع ابوها، بس ابوها مات بعدها بشوية. بس راحت لبيت اخوها خير الله تلفاح، وكان عنده ابن اسمه عدنان. وامه اتجوزت بعدها واحد قريبهم فراش، وكان بيعامل صدام بطريقة بشعة جدا. كان بيضربه وبيعذبه وبيشتمه، ومش بس كده، ده طلعه كمان بره التعليم عشان يرعى الغنم. وكل ده سنه كان صغير، وده كان جوز ام بصحيح. وفي الوقت ده مات اخوه بسبب مرض السرطان، وده اخوه من ابوه بس. لما كبر صدام شوية جوز امه خلاه يشيل البطيخ وياخده ويروح يبيعه في القطار. ولما كبر صدام وبقى عنده 11 سنة مثلا، راح لخاله خير الله تلفاح، وكان ضابط في الجيش. وخاله كان بيكره الملوكية والنظام الملكي جدا، وده كان سبب فصله من شغله. وخاله ده وابن عدنان كانوا بيحبوا صدام جدا، وخلوه يدخل التعليم عشان ياخد الابتدائية. ولما دخل صدام المدرسة وكان عنده 11 سنة، بالنسبة للأطفال ده شحط كبير، وما ينفعش ازاي يدخل معانا ابتدائي ده، فطبعا كانوا بيتنمروا عليه كتير جدا. ولما كبر صدام حسين شوية كان متأثر بأفكار خاله، وفي سنة 1956 انضم صدام لحزب البعث المعارض، وكان عنده وقتها 19 سنة. وفي الفترة دي جمال عبد الناصر كان لسه ماشي الملك فاروق، وكان عامل ضجة كبيرة جدا. وطبعا اللي كان بيحبه جدا وشايفه مثل الأعلى صدام حسين. وصدام حسين قدم في الكلية الحربية بس سقط في اختباراتها، وراح بعدها يشتغل كمسري في الأتوبيسات. كان في واحد بقى اسمه رفعت الحاج سري، ده عمل تنظيم الضباط المواطنين سنة 1956، حاجة كده زي الضباط الأحرار عندنا في مصر زمان. وكان أهم أعضاء التنظيم ده عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، ودول قدروا يمشوا الملك فيصل الثاني. ومش بس كده، دول قتلوا كمان أهله وهو في جنينة القصر الجمهوري. وعبد الكريم قاسم قدر ان هو يسيطر على البلد كلها وبقى هو الرئيس. بس البعثيين بقى زعلوا من عبد الكريم واللي عمله، قالوا احنا لازم نخلص منه. وبالفعل جربوا ان هم يعملوا كده بس فشلوا. مين بقى اللي عمل كده تاني؟ صدام حسين. وبالفعل هجم عليه وضربه طلقتين، وصدام حسين اتصاب وقتها بطلقة في رجله وهرب بسرعة. بس عبد الكريم ما كانش مات وقتها. وصدام حسين راح طالع على سوريا بسرعة وقعد هناك شوية، بس البعثيين قالوا له روح على مصر وكمل تعليمك هناك. وجه صدام حسين مصر سنة 1960 بعد ما اتحكم عليه حكم غيابي بالإعدام، ودخل كلية الحقوق جامعة القاهرة. بس على فكرة هو ما كملش تعليم في كلية حقوق القاهرة. وفي 14 يوليو 1963 قدر حزب البعث انه يخلص من عبد الكريم قاسم. ومش بس كده، دول كمان خلصوا عليه على الهوا، وتولى من بعده عبد السلام عارف. ورجع صدام حسين على العراق طبعا بسرعة، بس من حظه الوحش انهم اعتقلوا البعثيين كلهم وهو من ضمنهم، وفضلوا يعذبوهم فترة كبيرة جدا. وفضل لحد ما هرب منهم سنة 1966. مش قلتلكم بياخد صدمات في حياته وبس؟ لما هرب جمع الباقي من البعثيين عشان يخلصوا من عبد الرحمن عارف، عشان عبد السلام عارف مات في حادثة طيارة مجهولة، وانقلبوا على عبد الرحمن فعلا. وفي سنة 1968 انقلبوا فعلا، ودخل صدام حسين بدبابته على القصر الجمهوري، وحسن بكر بقى رئيس الجمهورية، وصدام حسين بقى وزير الداخلية. وبعد فترة صدام حسين بقى نائب لرئيس الجمهورية، وبقى ماسك البلد وحاكمها بشدة. واي حد كان بيعترض على اي حاجة كان بيعدمه على طول، عشان في الشمال كان في الاكراد وفي الجنوب كان في الشيعة، وده خطر طبعا كبير عليه. وجاب اهله وكل اللي يعرفهم وخلاهم يمسكوا كل حاجة في الدولة. وجاب خاله خير الله تلفاح ومسكه محافظ بغداد، وبقى كده هو مسيطر على الحكم جدا. عمل اتفاقية رسم الحدود مع ايران وتنازل عن جزء من شط العرب، وده عشان ايران توقف دعم الاكراد اللي موجودين في شمال العراق. والفترة دي كانت العصر الذهبي للعراق في كل حاجة، سواء بقى من التعليم ولا تجهيز الجيش. وعمل اكبر مشروع تعليمي، وبدأ كمان المشروع النووي العراقي. بعدها في سنة 1979 صدام حسين قال لحسن بكر اخلع انت بقى من الحكم وكفاية عليك كده.
وطبعا حسن بكر طلع من غير ما يعمل اي شوشره، عشان طبعا لو كان رفض اي حاجه كان مصيره القتل. بعد ما مسك الحكم على طول جمع قاده حزب البعث كلهم في قاعه الخلد في بغداد، وقال لهم انا سمعت ان في حد منكم عاوز يعمل انقلاب عليا. يعمل انقلاب ازاي وانت لسه ماسك؟ انت ملحقتش اصلا. بس راح منادى على 22 واحد من القاده وطلعهم بره القاعه، واشتغل بعدها صوت الرصاص وماتوا كلهم، والجلسه اصلا كانت متذاعه على الهوا. والاكراد اللي في الشمال عملوا انقلاب على ايران وقائدهم مسك الحكم. فصدام قال انا هستنى لحد ما يقوم الشيعة عليا، طب انا هضربه ضربه بسيطه كده. بس الموضوع كبر شويتين، وفي سنه 1982 صدام حسين كان رايح لمدينه الدجيل، وطلع عليه 10 من حزب الدعوه الاسلامي، وكانوا عاوزين يخلصوا من صدام حسين، واتقتل كان واحد من حرس صدام، بس في الاخر موتوا منهم 8 وقبضوا على الاتنين التانيين. بس صدام حسين ما استكفاش بكده، وكان ليه رأي تاني خالص، قبض على كل اهل مدينة الدجيل وحكم على اكتر من 100 واحد منهم بالاعدام، والباقي يهاجروا من المدينة خالص. ونروح بقى لمذبحة حلبجة، اللي البعض بيقول ان صدام حسين امر جيشه انهم يضربوا اكراد حلبجة بالكيماوي، والبعض التاني بيقول لا ما حصلش كده. وتعالوا نشوف قالوا ايه. لما ايران دخلت العراق عن طريق اكراد حلبجة، كان في واحد اسمه علي حسن المجد هدد الاكراد ان هو هيضرب البلد بالكيماوي، بس كان بيقول كده وخلاص، بيهددهم عشان يمشوا من البلد ويطلعهم عشان يحارب ايران براحته، زي تمويه كده بالظبط. وعلي حسن قال ان هو كان مجهز اشور الدقيق عشان يرميها من فوق على البلد والناس تخاف وتخرج، بس اتفاجئ ان البلد فعلا اتضربت بالكيماوي. وبسبب الحركة القذرة دي ايا كان مين اللي عمل كده مات فيها اكتر من 100,000 واحد. انتوا متخيلين العدد اللي مات؟ 100,000 واحد او اكتر كمان. بس صدام حسين قال ان الايرانيين هم اللي عملوا كده، وان الجنود الايرانيين قبل ما البلد تتضرب على طول كانوا خارجين من البلد وكانوا لابسين اقنعة ضد الغازات، وان البلد كانت مليانة من الجنود العراقيين ومستحيل انه يضرب، ورجالته كانت موجودة. بس برضه الله اعلم الحقيقة فين. وخرج صدام حسين من حرب الخليج الاولى، كان طبعا ما كانش معاه فلوس ولا اي حاجة، وكان مديون، وكان كل ما حد يطلب منه فلوس من اللي عليه كان يقول لهم قللوها شويه، وشويه يقول لهم محدش ليه عندي حاجه، ده انا كنت بحميكم مش بعمل حاجه، وقعد يماطل معاهم شويه. وفضل صدام حسين لحد ما قال ده الكويت بتسرق البترول بتاع العراق من على الحدود. وخد صدام في الوقت ده اكبر قرار غلط في حياته، ومش اللي قلت كده، ده هو اللي كمان هو اللي طلع واعتذر سنة 2002 على اللي هو عمله ده. والكويت طبعا رفضت الاعتذار لان صدام حسين اللي عمله فيهم برضه مش قليل، والعراق سابت الكويت بعد 6 شهور من الاحتلال. بس صدام حسين طلع من الحرب دي خسران كل حاجة، مفلس، والجيش بتاعه متدمر بسبب الهجمات اللي عملها عليه الامريكان والضربات الجوية، ولا المجزرة اللي عملها هو والامريكان وهو بينسحب وهو راجع في الطريق، ولا الحصار الاقتصادي اللي اتفرض عليه. بس الشعب العراقي طبعا زهق من اللي بيحصل ده كله، وعملوا انتفاضة واستولوا على 14 محافظة من اصل 18 محافظة. بس الموضوع فعلا كان خارج عن السيطرة وزاد مع الثوار، لحد ما جه حسين كامل المجيد، وده جوز رغد بنت صدام حسين، وقال له انا هخلص لك عليهم. فطبعا راح طلع على كربلاء لحد ما لقي الثوار مستخبيين في ضريح سيدنا الحسين، وراح ضربهم بالقذائف، وفي الضربة دي مات حوالي 100,000 واحد او اكتر. وباللي عمله حسين كامل ده رجعت هيبة صدام حسين تاني من الاول واكتر كمان. بس بعد 4 سنين جه حسين كامل وصدام كامل، والاتنين دول الاخوات كانوا متجوزين ولاد صدام حسين، وراحوا هاربين من البلد وهربوا للاردن سنة 1995 كلاجئين سياسيين. وطبعا الكلام ده بعد ما حد قال لحسين انه عدي ابن صدام حسين عاوز يخلص منك. طبعا حسين كامل خاف وراح طالع على الاردن على طول. وبعد فترة طلب حسين السماح من صدام وان هو يسامحه ويرجع، فوافق صدام، وعدي راح استناهم على الحدود واخد اخواته البنات وخلاص على كده. وبعدها قال صدام انا سامحته بس ليا حق العشائري لسه. وبعت علي حسن المجد لبيت حسين وقتله هو وامه واخواته والخدامين كمان. وبعد شوية حصل حروب وانقلابات وثورات واتبدل حال العراق خالص. وطبعا الامريكان كانوا عاوزين يدخلوا العراق عشان طمعانين في البترول بتاعها، والعراق وافقت ان هي تتنازل عن جزء من البترول بتاعها مقابل ان هي تستورد الغذاء والادويه، لان طبعا كانوا عاملين عليهم حصار اقتصادي. فجاه قالوا ان صدام حسين معاه اسلحه نوويه، فبعتوا مفتشين دوليين عشان يشوفوا فيه فعلا ولا لا او فين.
بس صدام حسين طردهم لانه كان فاهم ان دول جواسيس مش اكتر. بس جه مفتشين دوليين تانيين وكان لازم صدام حسين يدخلهم لان ده كان اجباري، بس ملقوش حاجه برضه، وامريكا كانت عاوزه تدخل العراق باي طريقه، بس مجلس الامن رفض، وامريكا قالت احنا لو دخلنا هنجيب النووي احنا عارفين هو فين. وجورج بوش قال لصدام انا كمان كام يوم ما لقاكش في البلد خالص. ودخل الامريكان العراق في 20 مارس 2003 واختفى صدام حسين واولاده، واللي كان مخبي عدي وقصي اخد 30 مليون دولار وقال على مكانهم، وطبعا الامريكان ما توصوش بيهم. وفي 14 ديسمبر 2003 وصلوا لصدام حسين وكان مستخبي في اوضه صغيره في مزرعه واحد صاحبه، وصاحبه ده هو اللي سلمه على فكره. وفي 5 نوفمبر 2006 اتحكم على صدام حسين في قضيه الدجيل بالاعدام، والتنفيذ كان في 30 ديسمبر 2006 اول ايام عيد الاضحى. وصدام حسين كان قوي وقت اعدامه ومرضيش كمان ان هو يلبس الماسك الاسود اللي اي حد لما بيتعدم بيلبسه. وتوفى صدام حسين رحمه الله عليه عن عمر يناهز 69 سنه بعد حكم 24 سنة. والسؤال بقى هنا، هل صدام حسين اتظلم ولا مظلوم؟ وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وكان معكم حسن الخولي.